حاسس انك مشغول طول الوقت وما عندكش وقت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، ما عندكش حتى وقت تقرا كتاب او تذاكر كورس او حتى تشوف فيلم تستمتع بيه. على فكرة انت مش لوحدك، انا كمان حاسس اني مشغول وما عنديش وقت. مش بعلي عليك، لا، معظم الناس حاسين انهم مشغولين وما عندهمش وقت، وده بيحصل عشان الناس الحياة بالنسبة لهم عبارة عن مفهومين. اول فكرة هي فكرة نمط الحياة المشغول، البيزي باندوجن، وهي انك بتحس ان كونك مشغول ده نجاح او حاجة تدعو للفخر. بتحاول دايما تملى الجدول بتاعك لاخره، بتحس دايما بالذنب لو قاعد مش بتعمل حاجة فيها شغل او برودكتيفيتي. بتبقى فيها حياتك عاملة زي العربية اللي ماشية بسرعة جدا ومش بتقف ابدا. تاني فكرة هي فكرة الانفينيتي بولز أو الأحواض اللامتناهية، وهي إن بيبقى عندك كمية لا متناهية من المحتوى المستهلك. وده مثال على اللي احنا عايشينه دلوقتي مع السوشيال ميديا. قدامك محتوى غير منتهي طول الوقت بيشتتك وعمرك ما هتقدر تخلصه، وبتبقى عامل كأنك بتعوم في حمام سباحة، وحمام السباحة ده فيه دايما كمية غير محدودة من المية. والفكرتين دول بيخلوك دايما في لعبة شد الحبل بين endless tasks و endless distractions، مهام لا تنتهي وتشتت غير منتهي. دايما متحمس وبتحاول تشغل وقتك، بس للأسف من الناحية التانية بتستهلك الحاجات اللي بتضيع وقتك، وبالتالي دايما بتفضل تشتكي ان ما عندكش وقت. فلو هتستهلك محتوى، استهلك محتوى مفيد. لايك، فولو، سبسكرايب، شير، منشن. اشوفك في فيديو تاني.